بسم الإله الخالق والابن الكلمة والروح القدس روح الله المحيي الإله الواحد آمين. تأملات في مناظرة الخليفة المهدي والجاثوليق طيماثيوس من كنيسة المشرق في العصر العباسي الأول الباب التاسع. وتدور هنا هذه المناظرة حول شخصية نبي الإسلام محمد، ولماذا لا تؤمن اليهودية والمسيحية بنبوة محمد. الخليفة، أليس موسى قال علنا لبني إسرائيل في سفر التثنية الإصحاح 18: يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من وسط إخوتك، له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع، قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت. فمن هم إخوة بني إسرائيل سوى الإسماعيليين؟ ومن صار نبيا مثل موسى سوى محمد؟ فهنا يريد الخليفة إثبات أن هذه النبوة كانت عن محمد وليس عن المسيح، لأنه يتخذ من الإسماعيليين إخوة لليهود ويشبه النبي موسى بمحمد. فرد الجاثوليق قائلا: يوجد إخوة لبني إسرائيل في هذا الاعتبار غير الإسماعيليين. فأولا الآدوميون الذين كانوا يعيشون في الأردن هم أقرب لبني إسرائيل من بني إسماعيل، لأن الإسرائيليين ولدوا من يعقوب، والآدوميون تسللوا من عيسو شقيق يعقوب. الآدوميون أقرب لبني إسرائيل من إسماعيل. فإن كان الكلام الذي قال موسى عن أخوة بني إسرائيل لا يطلق على أسباط 12 بل على أنبيائهم، نقول إنه ينبغي أن يطلق بالأحرى على الآدوميون، لأنهم أقرب لبني إسرائيل من بني إسماعيل كما رأينا، لأن إسماعيل ولد من هاجر جارية سارة زوجة أبينا إبراهيم. أما الآدوميون فولدوا من عيسو أخا يعقوب. حين يطلق على يعقوب إسرائيل عندما غير الله اسمه، فصاروا هم أقرب من بني إسماعيل على الإسرائيليين الآدوميون. ثانيا أن أخوة بني إسرائيل ليسوا الإسماعيليون فقط بل العمونيون أيضا والمؤابيون المولودون من لوط. ثالثا أن موسى لم يقل هذا الكلام لبني إسماعيل بل لبني إسرائيل. في تثنية الإصحاح 18: يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من وسط إخوتك، أي لا من غرباء، ونبيا مثلي أي لا مخالفا لي في التعليم. وأيضا ينبغي أن ننظر إلى التشبيه الوارد في هذه الآية، حيث يقول موسى نبيا مثلي. هل كان محمد نبيا مثل موسى؟ أن الله يقيم لك نبيا مثلي من إخوتك لا ينطبق على محمد، لأنه ليس مثل موسى وليس من إخوة بني إسرائيل، فإذا ليس محمد مثل موسى. وأيضا كان ينبغي على محمد أن يصنع الآيات ومعجزات كثيرة كما فعل موسى، ولكن محمد لم يصنع آية واحدة أو معجزة واحدة البتة ولا تنبأ، فإذا ليس محمد مثل موسى. ثم إن كان محمد نبيا مثل موسى كان ينبغي أن يحفظ التوراة ويعلم الناموس الذي أعطي على جبل سيناء ملازما مع الختان والسبوت والأعياد كما كان يفعل موسى، ولكن محمد لم يعمل بذلك، فإذا ليس محمد مثل موسى. ثم إن كان محمد نبيا مثل موسى كان ينبغي أن يتنبأ مثل ما تنبأ موسى عن المسيح، ولكن محمد ليس له ولا نبوة البتة، فإذا ليس محمد مثل موسى. الخليفة: ألست تقول عن كتاب محمد إنه من الله؟ الجاثوليق: كما قلنا إنافا ما أقول هذا ولا نحكم فيه، لكن أمير المؤمنين يعلم أن جميع ما ورد من كلام الله في التوراة والأنبياء والأناجيل لم تقبله الناس إلا بالآيات والمعجزات كما صنع موسى والأنبياء والمسيح وتلاميذه ورسله.
على ما تشهد به كتبهم، أعني التوراة والنبوات والأناجيل. فأما هذا الكتاب الأخير فلم تذكر فيه آيات ولا نبوات ولا أي شيء من هذا. ولما أراد الله أن يثبت دين التوراة أثبته بالآيات على يد موسى وما ورد من بعده من الأنبياء. ولما أراد أن يورد الإنجيل بدله حققه بما فعله المسيح من آيات ومعجزات باهرة في حال ظهوره بالجسد، وما فعل الرسل منه باسمه أي المعجزات. ما تحقق بالآيات عند الناس أن الإنجيل كلام الله كما تحقق بها عند بني إسرائيل أن التوراة كلام الله. تفسير: نرى هنا أن دليل الآيات أساسي في الدفاع عن المسيحية واليهودية وعن إذا كان النبي مرسل من الله أم لا. فالله يرسل مرسليه، ولا كيف يعلم الإنسان إن كان هذا الرسول مرسل من عند الله؟ الدليل على أن نبوة النبي هي الآيات تدل على أن الله هو مرسل، لأنها أفعال يعجز عنها الإنسان بالقيام بها، ولا يمكن القيام بها إلا الله تعالى. لذلك يجب على كل نبي أن يأتي بآيات، بل يقول طيموثيوس: ينبغي على النبي أن يأتي بآيات أقوى من آيات الذي سبقوه، خاصة إذا بدل أو أراد أن يثبت بدين جديد أو بكتاب جديد. لقد رأينا لماذا يرفض طيموثيوس أن يقول أن القرآن منزل، وكما يرفض أن يقول أن نبي محمد نبي، وهذه النقطة الشائكة بين المسيحية والإسلام. وعلينا أن نفهم سطور أخوتنا المسلمين، فإنهم يقولون أننا نعترف بالمسيح نبيا، فلما لا تعترفون بمحمد نبي؟ رأينا أسباب عدم اعترافنا بنبوة محمد. وتتذكرون أن طيموثيوس أوضح أن المسيح خاتم الأنبياء، ولا يمكن أن يأتي نبي آخر بعده الذي به يجب أن نخلص. الخليفة: دع هذا وأخبرني كيف قال المسيح إنه ليس صالح إلا الله الواحد؟ الجاثولي: قلت: هل كان داود صالحا أم لا؟ الخليفة: نعم. الجاثولي: فكيف قال داود في المزمور: ليس من يفعل الصلاح ليس ولا واحد؟ الخليفة: لم يتكلم داود هنا عن نفسه بل عن الأثمة. الجاثولي: وكذلك المسيح لم يتكلم هنا عن نفسه بل عن كثرة شرور الناس، لأنه قال في موضع آخر في يوحنا 10: أنا هو الراعي الصالح. وأيضا قال في يوحنا 8: أنا نور العالم. وأيضا في يوحنا 14: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس العالم هذا يأتي وليس له في شيء، أي إبليس. وفي يوحنا 8: من منكم يبكتني على خطية؟ لأن المسيح كان بدون خطية، وإنما المسيح بهذا القول خاطب ضمير الرجل الذي قال له في متى 19: أيها المعلم الصالح. والمسيح المتواضع الذي جاء ليتمجد اسم الآب به، أي الله، وإنه لم يقل لا تدعوني صالحا، إنما رفض أن يدعوه هكذا كمجرد لقب أو كفريسي أو كمرائي، ما لم يؤمن بحق أنه صالح وحده. فقد اعتاد اليهود على دعوة رجال الدين بألقاب لا تليق إلا بالله وحده، ولا يقبل المديح الذي يرى قلوب جميع الناس. وبخ رياء هذا الرجل الذي قال أيها المعلم الصالح، لأنه كان يعرف أنه يقول هذا في رياء ليس في إيمان، فإنهم يمدحون الرب بالشفاه فقط، أما قلوبهم فكانت بعيدة عن الله. وأثبت له هذا أنه كان يقول هذا في رياء، ولم يكن يؤمن بكلامه حينما سأله الشاب: ماذا أفعل لأدخل ملكوت السماوات؟ فقال له: اذهب وبع كل ما تملك وتعال واتبعني، لأنه كان رجلا غنيا وله أموال كثيرة. فقال الكتاب: فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا،
لأنه كان ذو أموال كثيرة. وأيضا الرجل الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالحات، أي من قلبه. وأيضا الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة. فكيف يقول إن بعض الناس صالحون ولا يكون هو صالحا؟ والمجد للإله الواحد، آمين. صلوا من أجل ضعفاتي. أنا الراهب المشرقي أخوكم، آمين.